هل تتزوج المرأة العربية في منطقتنا بسلام وأمان ممن تحب دون تعقيدات واعتراضات؟ طبعا لا، لازم الكل يعطي رأيه، الأب والأم والعمة والخالة وابن العم وحتى الجيران. ولكن زواج الفنانة اليمنية بهية محمد من مصري أخذ أبعادا أخرى ليتدخل فيه شعب اليمن، وتصدر الجدل المنصات بين مستنكر لزواجها من غير يمني ومدافع عن قرارها وحريتها في اختيار شريك حياتها، وكأن كل قضايا اليمن الأخرى انتهت. القصة مشاهدينا بدأت عندما نشرت بهية صور عقد قرانها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي على شاب مصري يعمل معها في مجال الفن. زملاؤها وأصدقاؤها هنأوها وشاركوها فرحتها، ولكن آخرين تنبؤوا بفشل هذا الزواج، وذلك لمخالفتها العادات والتقاليد اليمنية بعدم الزواج من يمني. وتساءل البعض: ما الذي ينقص الشاب اليمني؟ طبعا بهية محمد هي إعلامية قدمت وشاركت في العديد من البرامج التلفزيونية، وأيضا ممثلة مسرحية عرفت بأدائها المتميز في المسرح والتلفزيون. يتابعها على إنستغرام عشرات الآلاف من المتابعين، ومثلت في العديد من المسلسلات اليمنية منها عودة الحق، طريق إجباري، وهجمة مرتدة، وهي ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. اليمنيون انقسموا بين مؤيد ومعارض لزواج بهية كالتالي. هنا هند تقول: هذه الطفيليات الذين يتدخلون في حياة الناس، أنت ما دخلك من تزوجت هذه الفنانة بهية محمد؟ يعني مش كفاية يتدخلون ويخربون حياة خواتهم وقريباتهم، كمان يقفزون ويتدخلون في حياة واحدة ما يعرفونها أصلا ولا دارين أين. أما أسامة جعفري فيقول: الممثلة القديرة بهية محمد تزوجت زميلها المصري، واليمنيون ما قصروا معها سبا وقذفا. ليش تتزوج مصري؟ هذا قرارها وهي حرة تتزوج من تشاء، هي التي ستتزوج مش أنتم، وهي أدرى بمصلحتها. التدخل في الخصوصيات شيء غير مرغوب فيه دام هي ما فعلت شيء غلط، وكل شيء بما يرضي الله. تدوينة ثالثة من حساب حقول يمنية تقول: وبعدين ترجع تدور على اليمنيين يعملوا لها حملة في وسائل التواصل ليخرجوها منه أو من الزواج. تجربة زواج اليمنيات من الأجانب فاشلة.